دايما ازيك؟ مساء الخير. ايه حكايتك؟ سلم الاول على الكابتن مدحت والكابتن مجدي وبعدين خليني يعني ابصي لك واحده عاليه. تحياتي طبعا للكابتن مدحت والكابتن مجدي. وانت اللي هتدي معايا الحوار يا كابتن مجدي. يا ابو حماد، ازيك يا كابتن؟ اخبارك؟ وحشني يا ابو حماد. كان نفسي تبقى موجود في الافتتاح والله، مع دروجبا ومالودا ولاعبي برشلونه. كانت حاجه هتبقى مهمه جدا لمصر في الحقيقه يا كابتن، واكيد انت كنت موجود بالنيابه عننا. لا وجودك انت عميد لاعبي العالم يا احمد. وجودك كان هيسعدنا كلنا ويسعد الناس يعني في الحقيقه. ربنا يخليك. فعلا والله انا كنت حابب طبعا ان انا اكون موجود وكده، لكن انت عارف ظروف الماتشات ربنا يقويك. ربنا يقويك. صعب شويه ان انا اكون موجود وكده. خدنا على ماتش النهارده. ايه حكايتك؟ القائم والعارضه واقفين لك في سكتك، ادائك رائع، مجهودك رائع، لكن في حاله استرخاء، في حاله عدم مبالاه في اللعب، في حاله عدم انضباط في الملعب، في حاله عدم تركيز في الملعب، وكمان سوء بخت. لازم طبعا الزمالك يتغلب النهارده. احكي لنا وقتك في المباراه عشته ازاي؟ يعني 75 دقيقه هو زي ما انت قلت طبعا، كل العوامل دي كلها ادت للي انت لخصت الموضوع في العوامل اللي انت قلتها، ان هي طبعا فعلا سوء بخت موجود. ده منطقي جدا، لان احنا ضيعنا اكثر من فرصه سهله. انت بس في يعني انا بعض اللعيبه، لان ابراهيم صلاح جات له كوره وفتح الله واحمد جعفر، يعني جالنا اكثر من كوره ممكن نترجمها لهدف، انما هي دي الكوره. لو انت النهارده ما استغلتش الفرص اللي جات لك، والخصم حتى ولو مش بنفس الكفاءه بتاعتك وكده استغل هجمتين، استغل فرصتين، جاب منهم جونين، يبقى خلاص هي دي الكوره. احنا ما استغلناش للاسف، وفي سوء بخت طبعا الاثنين مع بعض، زائد ان يمكن احنا ما خد يعني زي ما انت بتقول يا كابتن، يمكن احنا كلاعيبه يمكن الى حد ما ضمن الوصول شويه في الملعب. رحله الكويت اعتقد انها مجهده جدا جدا بالنسبه لنا كلاعيبه. يمكن احنا تغيير السفر، ميعاد السفر، وبعد كده هنسافر مش هنسافر، سافرنا قبل الماتش بيوم. تأثير فييرا بقى يا كابتن احمد هيستمر مش هيستمر؟ برضو احكي لنا عنه في وسط اللعيبه. والله بص، هو طبعا يعني انا خليني يمكن انا مش عايز اتكلم بلسان راجل، انما انا يمكن طبعا انت عارف يا كابتن انا مدى العلاقه بيني وبين فييرا، انما هو راجل طبعا زعلان. يعني الراجل عمل حاجه كويسه وعامل شيء كويس، نفسه يكمل بنفس الشكل، يعني نفسه يكمل، ولكن شايف الظروف صعبه بالنسبه له، لان اي مدرب النهارده عايز يحقق نجاحات ويحقق سيطره على فرقته وعلى المجموعه اللي معاه، وبنفس الشكل وبنفس الحب وبنفس الترابط، لازم يكون في مسانده. المسانده هو مش لاقيها. المسانده طبعا هي حقوق اللعيبه، ودي طبعا الظروف الصعبه والظروف اللي يمكن يعني طبعا انا مش عايز ادخل برضه في قصه مجلس ده والكلام ده وكده، انما هو راجل، هو ده مشكلته، هي مشكلته كلها ان في حقوق للعيبه بيطالب ان هي تبقى موجوده عشان يقدر يكمل بنفس الشكل. هيكمل مش هيكمل، هو حتى راجل النهارده بعد الماتش قال انا موجود لحد اخر لحظه، موجود لان انا عملت حاجه كويسه. انما حته هيكمل حته مش هيكمل انا الله اعلم، ولكن الراجل عشان يكمل لازم يبقى في يعني مقومات ان هو راجل يكمل، او في الناس تهيأ له الظروف. ده مش موجود. اعتقد ان هو لو ده ما تواجدش في الفتره اللي جايه صعب طبعا ان هو اكيد هيكمل، لان هو اعتقد ان هو جاي له عروض كويسه، انما هو راجل حابب ان يكون موجود معانا، واعتقد ان احنا كمان كلاعيبه حابين ان احنا نكون. ويمكن تفتكر لما هو جه فتره كان غاب، احنا يمكن كلنا كنا حابين ان هو يكون متواجد وكده، بس لازم المقاومات رغم سفره. احمد تفتكر الزمالك هيعدي بسهوله المباراه بتاعت النهارده؟ هتقدر انت وعبد الواحد تعدوا بالفرقه ازمه مباراه النهارده بسهوله؟ بص يا كابتن، احنا مش عايزين نقول ازمه، لان يمكن احنا حتى اتكلمنا مع اللعيبه، هو راجل اتكلم مع اللعيبه، يعني كره القدم زي ما بقول لك احنا ما استغلناش، فبالتالي جه فينا جون وفرقه الاتحاد السكندري كسبت. انما اللي احنا لازم نستفيد من المباراه، وارد انك انت تخسر مباراه، او وارد انك انت عمرك ما هتفضل تكسب على طول، انما المهم انك انت نشوف احنا كنا بنستعد ازاي، احنا كنا بنبقى جوه الملعب يعني الروح بتاعتنا عامله ازاي، احنا كنا جوه الملعب الضغط بتاعنا، الحاجات دي كلها اللي كانت بتكسبنا لازم نرجع لها تاني. لاني اعتقد اني انا مش عايز يعني اقول حاجه، انما ده طبيعي وده منطقي. احنا ما ينفعش نيجي من الكويت النهارده سفريه ننام ونصحى ثاني يوم ندخل معسكر في رحله مجهده في سفر في الكلام ده كله، ده اثر طبعا. انما في نفس الوقت برضه يمكن احنا الدوافع شويه كانت النهارده عندنا مش بالشكل القوي، يعني الدوافع اللي هي انت نازل فعلا عايز تحقق مكسب والكلام ده كله، مع سوء الحظ اعتقد ان يمكن ادت. انما هي ما فيش مشكله، ومش عايزين نقول ان هي كارثه ولا الكلام ده كله، لان احنا الحمد لله ماشيين بشكل كويس. عندنا فتره طويله اعتقد نقدر نستعد فيها بشكل كويس. لعيبه
كمان تشم نفسها من فتره الضغط اللي كانت موجوده، ونرجع ان شاء الله بنفس الشكل القوي بمشيئة ان شاء الله. يلا بالتوفيق يا كابتن احمد، بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن. اشكرك شكرا جزيلا. عايزين